أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. احنا موجودين معاكم النهارده من داخل إحدى القلاع المشيدة في مجال الهيدروجين الأخضر، وهي شركة هيدروجين مصر، مع رجل التحديات المهندس خالد نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة. وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا بيك. في البداية لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالمهندس خالد نجيب. انا عندي اكتر من 30 سنه خبره في مجال المواني والبتروكيماويات والكهرباء. لو اتكلمنا عن الهيدروجين الأخضر وما هي فوائده للبيئة والاقتصاد؟ تمام. الهيدروجين الاخضر اولا موضوع ميزته ان هو بسيط جدا، لان احنا بناخد الميه ونحللها الهيدروجين والاكسجين. الهيدروجين طبعا كوقود، والتحليل ده بيتم عن طريق الطاقه النظيفه، عن طريق الشمس والهواء بننتج بيه الكهرباء، والمحلل الكهربي الالكترولايزر اللي هو بينتج الهيدروجين والاكسجين. فهي طريقه سهله جدا وطبيعيه جدا، مفيش اي انبعاث كربوني او اي حاجه ملوثه في البيئه في موضوع انتاج الهيدروجين. إنشاء شركة زي شركة هيدروجين مصر في الوقت اللي تم إنشاؤه، أكيد كان في هدف واستراتيجية لإنشاء هذه الشركة في الوقت الحالي. كان إيه الهدف والاستراتيجية؟ هو طبعا قائم على ان مصر الحمد لله حققت نجاح كبير جدا في انتاج الطاقه النظيفه. ده بالتزامن مع مؤتمر الكوب 27 والاحداث اللي هي خلقت الطلب على الهيدروجين في اوروبا تحديدا، وهو ازمه الطاقه بعد موضوع كوفيد والحرب في أوكرانيا بالظبط. العاملين دول ادوا الى ارتفاع كبير جدا في اسعار الطاقه وقله الطاقه. تمام. من هنا جه دور الهيدروجين. فاوروبا قررت تستغني تماما عن الغاز تحديدا والوقود الاحفوري. مصر اصبحت موجوده على الساحه لتحقيق الموضوع ده. ازاي؟ اولا زي ما قلنا في طاقه متجدده. مصر عندها ميزه خطيره جدا، وعندنا اللي هي عندنا الهواء والطاقه الشمسيه الاثنين، وعندنا موقع جغرافي، احنا قريبين جدا لاوروبا، وعندنا بنيه اساسيه مواني وغيره، وعندنا صناعه بتروكيماويات كبيره جدا. كل العناصر دي طبعا بتؤدي انه ايه؟ ان اولا سعر انتاج الهيدروجين الاخضر بتكلفه اقتصاديه جدا، وسهل نقله لاوروبا في صوره الهيدروجين الاخضر. كيف تمكنت شركة هيدروجين مصر من تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، وما هم الشركاء والمستثمرين الذين تعاونت معهم؟ طبعا احنا اللي بنسمع عنه هي المشاريع الكبيره اللي اتمضت مذكرات التفاهم ليها في مؤتمر الكوب 27، ودي كان طبعا مؤتمر ناجح جدا. احنا شفنا مليارات الدولارات من الاستثمارات وكميات كبيره جدا من الهيدروجين اللي هيتم انتاجها وتصديرها لاوروبا. ده شق، انما في شق تاني وهو ايه؟ وهو ان الهيدروجين في صناعه البتروكيماويات، صناعه الحديد وصناعه الاسمنت بيعمل كذا حاجه. رقم واحد فهو مصدر للطاقه، زيه زي الغاز، زيه زي اي وقود. رقم اتنين هو مدخل، يعني هو بديل للفحم في انتاج الحديد مثلا. هو بيخش مكون برضه في انتاج الاسمده وانتاج حاجات كتيره تانية. فده شق برضه. الشق الاخر هو كمان ان هو بيخش في عمليه النقل، بمعنى ان انا ممكن في مواتير تشتغل بالديزل، في اللي هو الفيول سيل اللي هو زي الموتور الكهرباء بس عن طريق الهيدروجين. والنقطة تانية طبعا احنا بنحب نتكلم عنها، ويمكن حضراتكم شفتوها تحت عندنا في ورشة العمل بتاعة الشركة، وهي ان احنا بنتكلم عن ايه؟ انتاج الهيدروجين بكميات صغيرة للتطبيقات الطبيعية جدا. بمعنى احنا دلوقتي ابتدينا نشوف مثلا في الارياف والمناطق النائية ابتدينا نشوف الالواح الشمسية وبننتج كهرباء. المكمل للكهرباء ايه على طول؟ اللي بيجي بعد ان انا استبدل الوقود بالكهرباء الهيدروجين. ده الطبيعي يعني. فاحنا ممكن نتكلم مثلا في القرى وغيره من المناطق النائيه او كده، ان احنا ممكن ننتج بالالواح الشمسيه دي، ننتج كميات صغيره من الهيدروجين ونستعملها في الحال. هي في الظروف دي بتبقى تكلفه انتاج الهيدروجين رخيصه وعمليه جدا. والهيدروجين ده وانا بنتجه في اي مكان ممكن استعمله كوقود، ممكن استعمله في تطبيقات صناعيه كلحام وغيره من التطبيقات. احنا شفنا ايه هنا؟ الهيدروجين بدايه من مشاريع كبيره
لحد كل التطبيقات الصناعيه. فهو نوع من الوقود مرن جدا، سهل انتاجه، ويخش في حاجات كتير جدا. وده نقدر نقول ان احنا في المستقبل نقدر نصدره للخارج ولا هيكون صعب تصديره؟ لا، هو خلاص بيتم تصديره. بيتم تصديره. احنا شفنا في مؤتمر الكوب ان كان في شركه مصريه انتجت الهيدروجين الاخضر في العين السخنه، وبيتم تصديره. والمشاريع اللي احنا بنسمع عنها خلاص داخله حيز التنفيذ، وهيبقى في اخبار كتيره جديده ومشاريع بيتم تنفيذها واحنا بنتكلم دلوقتي. اعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. Here in Sharm el-Sheikh, we want to set out a path forward. This is the implementation COP. We're firmly on track to finalise all legislation to deliver our climate target by the end of this year. So don't let anybody tell you, here or outside, that the EU is backtracking. Don't let them tell you that Russia's invasion of Ukraine is killing the European Green Deal, that we are in a dash for gas. No. Europe is staying the course. Actually, we're even accelerating. Let us build a Sharm el-Sheikh process that takes all of us forward. Hydrogen fueling station with a car working with hydrogen. It will be our next scale, and we are already discussing everything from this stuff with some companies, European companies, to come in Egypt and make this fuel station. It's a very good climate. You know, the sun all the day, the wind all the night, so it's constant energy. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس خالد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر. وبرحب بحضرتك مرة تانية يا فندم معانا. اهلا بيك. لو اتكلمنا عن الخطط والأهداف المستقبلية لشركة هيدروجين مصر في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. احنا رقم واحد على مستوى المشاريع الكبيرة، فاحنا دورنا كمؤسسة هي أولا تعريف المستثمرين والشركات الدولية بالإمكانيات اللي موجودة في مصر. ما زال في إقبال كبير جدا على الشركات إنها تيجي مصر، سواء لإنتاج الهيدروجين للتصدير أو إنتاج الهيدروجين إن هو يدخل في الصناعات اللي احنا اتكلمنا عليها زي البتروكيماويات والصناعات الثقيلة والنقل وغيره.
فمصر برضو كسوق محلي سوق واعد جدا. ومناخ وارض. طبعا بالظبط، هي مصر فعلا بتتميز بالبنيه الاساسيه، القدرات البشريه، المناخ الاستثمار الجيد جدا. والنقطه تانية طبعا ان احنا عندنا مساحات من الارض، يعني اوروبا والدول التانية ما عندهاش مساحات، عندنا ارض مستويه، فده مناسب جدا لانتاج الكهرباء بالطاقه الشمسيه. فعناصر بصراحه يعني بتؤدي الى نجاح مصر وجودها على الساحه الدوليه كمركز انتاج عالمي للطاقه، منها الهيدروجين الاخضر، منها الامونيا الخضراء، منها طبعا الوقود وغيره من الامور الثانيه. مهندس خالد، لو في كلمه حضرتك بتوجهها تدعو بها مستثمرين الاجانب للاستثمار داخل مصر في مجال الهيدروجين الاخضر، تقول لهم فيها ايه؟ تمام، احنا اول حاجه اقول ان احنا طبعا عندنا الطبيعه اللي موجوده اللي هي زي ما قلنا ارض كتيره ومستويه، وبيجمع فيها الطاقه الشمسيه والهواء والطاقه النوويه وجميع انواع الطاقه موجوده في مصر. طبعا القدره البشريه، البنيه الاساسيه، مواني، طرق وغيره من البنيه الاساسيه، ومناخ الاستثمار. واخر حاجه برضو ممكن نقول الحوافز الاستثماريه. الدوله اعلنت كذا مره عن كذا حزمه استثماريه جاذبه جدا بتنافس كل المناطق الثانيه اللي برضو بتدعو للمستثمرين. مهندس خالد، لو اتكلمنا عن التحديات والفرص التي تواجه قطاع الهيدروجين الأخضر في ظل التغيرات المناخية والجيوسياسية. أنا السؤال ده بحبه جدا. ليه؟ لأن هو فعلا احنا بنتكلم دلوقتي على خريطة الطاقة العالمية. تمام؟ احنا ممكن نرجع في الوقت شوية ونفتكر في السبعينات لما كان في أزمة الطاقة برضو والأوبك وكده. الأزمة دي أنتجت طبعا مفرزات كتيرة جدا، منها مثلا هيئة الطاقة العالمية وغيره من المؤسسات اللي عادت بقى رسم الخريطة دي. بس الاختلاف هنا ايه؟ ان وقتها كان العالم ده يعتبر يعني كتلة واحدة او كتلة متحدة. التغيير دلوقتي في ايه؟ ان دلوقتي في تكتلات منفردة، هنقول مثلا امريكا، الصين، اوروبا، والهند وغيره، ومصر كمان. ففي اتجاهات كتيرة. التحدي هنا ان لازم يبقى في تعاون دولي. عشان ايه؟ عشان يبقى في مثلا مواصفات موحدة للطاقة، يبقى في تعاون، يبقى في تجارة حرة بين الدول وبعضها في موضوع الهيدروجين والطاقة. فدي طبعا ده تحدي كبير جدا موجود. فما ينفعش مثلا ايه ان اوروبا بتقول لك مثلا انا عندي تشريعات وعندي قوانين وهعمل وعندك افريقيا في ناحية تانية مش قادرة تعمل او ما بتعملش او عليها ديون. وده الكلام اللي مصر نجحت فيه في كوب 27، وقلنا انه عشان احنا كدول هم يسموها دول الجنوب دلوقتي او الكتله الجنوبيه. صحيح. بس ده المصطلح ده جاي نتيجه ايه؟ ان عرض وطلب. في طلب للهيدروجين في اوروبا ونقول في الشمال، وفي عرض من الجنوب. بس الجنوب عنده مشاكل ايه؟ مشاكل ديون، مشاكل بنيه اساسيه وكده. ده بيأثر عليه بالسلب. بالظبط. فانا دلوقتي اوروبا عايزه مني، عايزه من مصر انتاج هيدروجين، وعايزه. طيب كويس جدا، ده عايز بنيه اساسيه، عايز شبكه كهرباء، وعايز. فطبعا هنا ده الموازنه. وده اللي احنا شفناه في كوب 27 وهنستكمله في كوب 28. والديبيت طبعا الكبير جدا في كوب 28 هو الوقود الاحفوري. فطبعا اوروبا وغيره من الدول عايزين يستغنوا عن الوقود الاحفوري. بس ازاي ده يتم بطريقه ما تاذيش دول زي مصر او دول الجنوب، وفي نفس الوقت نقدر نقلل انبعاث الكربون. فده طبعا اللي هي نتكلم على اعاده رسم خريطه الطاقه العالميه. اعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس خالد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر. وبرحب بحضرتك مرة تانية يا فندم معانا. اهلا بيك. لو اتكلمنا عن المشاريع البحثية والتطورية التي تقوم بها شركة هيدروجين مصر لتحسين كفاءة وجودة الهيدروجين الأخضر. احنا طبعا زي ما قلت في الاول احنا تركيزنا في الجزئيه دي على التطبيقات والاستخدامات اللي هي الفعليه اللي ممكن تتحقق دلوقتي في مصر. زي ما حضراتكم شفتوا في البرنامج احنا بنتكلم على انتاج محللات كهربائيه او الالكترولايزر صغيره اقدر استعملها في ورشه، في مزرعه، في مصنع، في استخدامات حتى مع مثلا المواتير الديزل او غيره من التطبيقات. لان بالنسبه للانتاج على مستوى كبير فاحنا بنستقطب شركات عالميه زي شركه صينيه عندنا ان شاء الله جايه قريب في مصر عايزه تجمع وتنتج الالكترولايزرز اللي هي بقى على السكيل الكبير لمشاريع التصدير. لازم توطين الصناعه دي في مصر لازم تتم، لان هي مش معقده جدا وممكن يتم انتاجها في مصر ان شاء الله. كيف تتعامل شركه هيدروجين مصر مع التنظيمات والمعايير الخاصه بانتاج ونقل واستخدام الهيدروجين الاخضر؟ السؤال ده برضو ممتاز. ليه؟ لان ده موضوع الساعه، ان احنا مواصفه الهيدروجين الاخضر. يعني ايه هيدروجين اخضر؟ بالذات لو احنا هنصدر للسوق زي السوق الاوروبي. بتختلف الاسواق عن بعضها طبعا، وده زي ما قلنا يعني خريطه الطاقه فعلا دي ده موضوع الساعه، ان في كل التكتلات ماشيه مواصفات ومعايير مختلفه. فطبعا احنا دورنا كشركه هي ان احنا نوصل المعلومه دي للسوق وندعو لتوحيد المواصفات دي عشان نعزز من قدرة مصر على إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر سواء كان استخدام محلي أو تصدير. أعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. مشاهدينا الأعزاء واحنا معاكم من داخل مؤتمر الهيدروجين الأخضر الأول على أرض مصر. Welcome to Egypt's first International Hydrogen Forum that's being held in Naya Reed's Hotel in Cairo. Egypt's land of great civilization and history and also land of promising investment. With great honor, I am Mariska Raghib. Allow me to present today's forum. One may wonder why hydrogen? And the answer is because it's the future field and is gaining increasing international interest. As a small glimpse of hydrogen. Hydrogen is the lightest element in natural and the most available as well. It lives in water, air, and all living creatures. دلوقتي هنبقى مع دكتور داليا سمير, CEO founder, director Hydrogen Egypt. Hello everyone, this is Dalia Samir, the co-founder of Hydrogen Egypt. Hydrogen Egypt is the organizer of this event, HES 2023. It's our first version and we are happy to make it to promote the green hydrogen. So we are here to promote the green hydrogen. It's the future of the future, and you have to be replaced by the fuel because of the decarbonization. I will leave the word for Khaled. He is our founder and CEO. So please, Khaled. Good morning, everybody. So really, excellencies, ladies, gentlemen, we're so happy to have everybody here this morning. A lot of friends and colleagues here. So let me just start by saying, if you want to punish somebody, have them organize a conference. Yeah, it's been really a lot of hard work. I just want to say that actually, I probably did 1% of the work, and Dalia did 99% of the work. Can you believe all of this was just the two of us? Really, just the two of us organized everything here. So, I'm going to start by talking about the program, all right? I think it's very exciting, it's very interesting. I think we're going to get a lot out of it today. So the idea behind the program was as follows. Number one, let's start with the demand. Where's this demand coming from? First of all, we had the price and energy shock after COVID. I think we all remember that. They shut down the refineries, that start up. Things were working, so I had the first real price and energy shock. And then came the war. The war was also a big energy shock. From there, we saw Europe really go
after hydrogen. They've been studying it for years, and it was sort of in the desk or in the drawer, ready to go. So the minute that happened and the decision was made, we're going to let go of gas, let go of fossil fuels, we're going with hydrogen. So that's where the governments have such an important role to make this all happen. Creating the Repower EU, the 10 million tons from inside of Europe, and 10 million tons for import, because that's for Egypt. We should get the 10 million, right? Anyhow, talk about that later. So here today, what we're doing, we'll start with that demand side. Unpack that. What does that mean? What it's about? What does this legislation mean? How does that trickle down from Repower EU, 20 million tons, into real action, into real implementation? So we have with us a really great presence from Hydrogen Europe. That's Jorgo is going to say a word here. We have Kadri Simpson, the DG Energy. We have our ambassador, Christian Berger, also to unpack what's happening. And again, I can't overemphasize the role that diplomats, governments play in making this happen. In the early days, it's all about that. It's all about the governments making this happen. Till we shift the momentum away from fossil fuel and gases to hydrogen and renewables. That's where it's at. That's where all the action is. So we're going to unpack that. That's the first panel, the first start of the conference, unpack the demand. What's this all about? Then we shift to the supply, which is Egypt, okay? So what's happening here in Egypt? We're going to unpack all of that too for you as well. We have the developers here, we have EDF, and people that are doing it for real, and they'll talk about what's happening there. We'll also talk about, it's not all about just exporting all this green hydrogen ammonia from Egypt. It's also about the local demand. That's the less visible part. We hear about all the MOUs, we hear about COP27, we hear about all that, right? But there's a lot more action around decarbonization, around local demand, around decarbonizing the fertilizer industry, steel industry, Thanks very much. Cement industry. No, I'm not done. مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حديثنا الشيق والممتع من داخل شركه هيدروجين مصر مع الدكتوره داليا سمير، العضو المنتدب للشركه ونائب رئيس مجلس الاداره. وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. لو خدنا نبذه وعرفنا المشاهد بشركه هيدروجين مصر منذ انشائها وحتى الان. شركه هيدروجين مصر هي شركه وليده لمؤتمر المناخ كوب 27. احنا كنا بنحضر للمؤتمر ده من زمان، وكنا بنتكلم مع الدول من في اوروبا وكذا منطقه يعني وكذا دوله، وكنا بنتكلم ان احنا ازاي نخلي الهيدروجين الاخضر في مصر هنا، وازاي نستقدم الشركات دي للتعاون معها هنا في مصر واستخدام التكنولوجيا بتاعتها، اذا كان من انتاج الالكترولايزرز اللي هي وحدات انتاج الهيدروجين، أو التعاون في أي مجال آخر بما يخص الهيدروجين الأخضر. فكانت شركة اتولدت في الكوب 27 بالتعاون مع هيدروجين يوروب ومع أفريكان AHP اللي هي أفريكا هيدروجين ديفلوبمنت بارتنرشيب، دي حاجة تبع أفريقيا. فإحنا كنا عايزين نتعاون مع الشركتين، وهم اللي قالوا إحنا لازم نعمل حاجة عشان مصر زي ما بنعمل في اوروبا وزي ما بنعمل في افريقيا. ومن هنا جت الفكره ان احنا نعمل هيدروجين ايجيبت. احنا كهيدروجين ايجيبت كمان عاملين حاجه زي لو سكيل سمول برودكشن هيدروجين اسمه HHO برودكشن، صغير موتور هاي ممكن يشتغل على مواتير العربيات، حاجه زي CNG. وده بالفعل اتعمل. احنا اوريدي بيتعمل دلوقتي، وناويين نعمل حاجه مع هيئه قناه السويس عشان السفن وكده. دائما سيادة الرئيس بيدعو بدور المرأة. حدثينا عن دور المرأة داخل شركة هيدروجين مصر. دور المرأة كبير جدا في الهيدروجين، وأنا شايفة ما شاء الله أول مثال ونموذج قيادي ريادي المهندسة صباح مشالي في الETTC اللي هي النقل. صراحة عملت دور رائع قيادي ممتاز في الانرجي ترانزيشن، ودور الهيدروجين الأخضر إن هو إزاي
ان شاء الله يبقى في مصر حاجه ماشيين على نفس وتيره الرئيس بينادي بيها اللي هي التنميه المستدامه، عشان نبقى على كمان على نفس الوتيره بتاعت الدول الاوروبيه بره، ونمشي على نفس النهج بتاعهم في التنميه المستدامه. دائما سيادة الرئيس بيدعو بدور القطاع الخاص في كافة المشاريع اللي بيتم تنفيذها على أرض مصر. ده فات شركة هيدروجين مصر في إيه؟ احنا دورنا احنا بنساعد على ان مصر تبقى على نفس النهج ونفس النموذج بتاع بره. احنا جايبين حضرتك اليوروبيان كوميشن هتيجي زي في واحده اسمها روزاليند، دي شغاله حاجه كبيره زي تحت فرانز تيمرمانز، دي هتتكلم على بوليسيز الرولز اند ريجوليشن. احنا عايزين نمشي على نفس الرولز ونفس البوليسيز، عايزين يبقى عندنا نفس الناراتيف بتاعت اوروبا بره. فده اللي احنا بنحاول نعمله في هيدروجين ايجيبت. لو في كلمة بتوجهها الدكتورة داليا سمير إلى المهندس خالد نجيب تقولي له فيها إيه؟ باشمهندس خالد، أشكرك جدا على الدور القيادي والرائد في تطوير شركة هيدروجين ايجيبت على وتيرة سريعة جدا. إن حضرتك عامل مجهود كبير جدا في تنظيم المؤتمر، وإن احنا داعيين ناس كتيرة جدا. أشكرك جدا على هذا، والدور القيادي للمرأة تدعيم وتشجيع. ميرسي حضرتك. كلمة أيضا توجهيها إلى الدكتور شاكر وزير الكهرباء تقولي له فيها إيه؟ طبعا احنا الاول نهني حضرتك بالانجازات العظيمه اللي حضرتك عملتها في وزاره الكهرباء مع المشاريع ومع الام او يو هات والفريم ورك اجريمنت اللي اتمضت مع معظم الديفلوبرز هنا في مصر. حاجه مشرفه جدا، واحنا عايزين نكمل هذه المسيره ودعم حضرتك لهذه المسيره بوجود حضرتك وتشريفنا في المؤتمر. طبعا احنا داعيين مستثمرين شركات جديده في مصر، عشان هم شايفين النموذج اللي حاصل في مصر، وشايفين تشجيع حضرتك والنجاحات اللي موجوده حضرتك زي شركه سكاتيك وفورتسكيو والى ما ذلك. فهم عايزين يعملوا حاجه في ارض مصر، وطبعا ارض مصر مناخ استثماري جيد جدا، وفي كل المتطلبات المطلوبه من شمس وارض وهواء. فطبعا هم منتظرين وتشريف حضرتك لينا. شكرا. دكتورة داليا سمير، العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر ونائب رئيس مجلس الإدارة، بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع ده. احنا اللي بنشكركم جدا، وشكرا لدعم التلفزيون المصري لينا، وطبعا ان شاء الله نحقق حاجه جميله لمصر، واحنا كلنا بنحب مصر. وفي نهايه حديثنا بنشكر ضيفتي وضيفتكم التي امتعتنا بحديثها الشيق، وانتظرونا في الحلقه القادمه من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم والى اللقاء.